بما ان ده اخر موسم لجوارديولا مع السيتي، فتعال اقول لك كده على انجازات الاصلع مع سيتيزنز. 6 الدوري الانجليزي الممتاز، 4 كاس الرابطة الانجليزية، 2 كاس الاتحاد، 3 الدرع الخيرية، 1 دوري ابطال اوروبا، 1 كاس السوبر الاوروبي، 1 كاس عالم للاندية. اذا هو في 9 سنين مع سيتيزنز حقق 18 لقب، زائد ان هو كمان خلى مانشستر سيتي تاني نادي انجليزي حقق الثلاثية التاريخية، الا وهي الدوري المحلي، الكاس الاتحاد، دوري ابطال اوروبا. ده يخليه انجح مدرب في نادي مانشستر سيتي، وواحد من انجح مدربين في العالم. طبعا في اخبار بتقول ان هو يمشي من مانشستر سيتي مع نهاية الموسم ده، زائد ان هو كمان نفى وجود اي نية لتدريب نادي برشلونة، وقال ان هو عايز يستريح لمدة عام او اكتر، وبعد ما يرجع من الاستراحة دي هيدرب نادي جديد. عايزك بقى تقولي توقعاتك، هل فعلا بيب جوارديولا هيسيب السيتي مع نهاية الموسم ده؟ وشايف مين احسن مدرب في العالم؟ بس كده، سلام.